السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا شباب؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. طيب هنتكلم النهارده في أكتر من نقطة. أول نقطة هنتكلم فيها موجهة للناس اللي هم كلموني الفترة اللي فاتت، هم حابين يخشوا مجال التسويق، حابين يشتغلوا تسويق بشكل عام، أو إن هم إن شاء الله يكونوا معايا في الشركة ويسوقوا لمنتجات الشركة. ففي نقاط مهمة جدا جدا حابب إن إيه أتكلم فيها. أولا، التسويق مش حياة تقليدية. التسويق مش فكرة إن أنت شغال في مكان فبتاخد أوردر معين فبتنفذه. لأ، وده على فكرة اللي بيخلّي شباب وبنات كتيرة يخشوا مجال التسويق وما يقدروش يحققوا يعني حياة قوية فيه. ده بيكون بسبب إيه؟ إن هم فاكرين إن التسويق حياة تقليدية. هو شغال في وظيفة، بياخد order، بياخد حاجة معينة بيبدأ يشتغل عليها ويبدأ ينفذها. الموضوع في التسويق مش كده تمامًا، وده اللي إحنا هنتكلم فيه وهنذكره بالتفصيل في الفيديو. ركّز بس في كل كلمة. طيب الموضوع في التسويق مش تقليدي ولا بيحب الناس اللي بتفكر بشكل تقليدي. الموضوع مش كده تماما. انت عشان تدخل مجال التسويق لازم تكون دماغك شغاله 24 ساعه، تكون دماغك شغاله يعني افري تايم، كل الوقت دماغك شغاله. بتحاول على قد ما تقدر ان انت تجيب افكار، بتحاول ان انت تكون شخص كرييتيف، بتحاول ان انت تكون متميز. دي نقطه مهمه جدا. من اول كورونا ناس كتيره جدا دخلت مجال التسويق اونلاين ودخلت مجال الاونلاين بشكل عام. فكون يعني كون ان انت ما تكونش متميز. لو انت شخص مش متميز جدا وقادر تفكر بشكل مختلف عشان تتميز في وسط الزحمه، فمش هتقدر تبيع. يعني مش هتقدر تشد العميل ان هو يشتري منك. انت زيك زي الاف الناس اللي العميل بيشوفها عن طريق الاونلاين شغالين، مش شايف فيك الحاجه المتميزه اللي تشده ناحيتك ويقول اوكي انا حابب ان انا اشتري منك. فرقم واحد لازم تكون متميز في مجال التسويق. انت دماغك شغاله طول الوقت. التسويق مش حياه تقليديه، التسويق مش وظيفه. الموضوع محتاج منك مجهود مش طبيعي. طيب يبقى رقم واحد عشان تدخل مجال التسويق لازم تكون مهيئ نفسيا قبل اي حاجه. انت داخل على ايه ومحتاج منك ايه عشان تتميز فيه. بمجرد ما تدخل مجال التسويق انت السوشيال ميديا الخاصه بتاعتك كلها بقت بتخدم على الشغل بتاعك. فيس، واتس، انستا، تيك توك، ايا كان البلاتفورم او السوشيال ميديا الخاصه بيك، هي هتخدم على الشغل بتاعك. كون ان انت عايز تفصل ده عن ده مش هتقدر. هو اسمه تسويق اونلاين. فالسوشيال ميديا او الحياه الاونلاين الخاصه بيك لازم هتخدم على التسويق او على المجال اللي انت قررت ان انت تدخل فيه. كون ان انت دخلت مجال التسويق او قررت تدخل مجال التسويق فده معناه ان 10% من 10 15% من الحياه اللي انت بتعملها على السوشيال ميديا خاصه بيك، خاصه بحياتك الشخصيه، و85 او 90% خاصه بالبيزنس. ازاي بتستخدم السوشيال ميديا الخاصه بيك او الادوات التسويقيه المتاحه تحت ايدك عشان تقدر آه، تنتشر بالمنتجات المتاحه بالنسبه لك، وبالتالي اكبر عدد من الناس يقدر يشوفك ويتابعك ويشوف المنتجات اللي انت بتعرضها، وبالتالي يشتري منك وتحقق ارباح. يبقى كده متفقين على رقم واحد ان انت بمجرد ما قررت تدخل مجال التسويق اونلاين يبقى السوشيال ميديا الخاصه بيك كلها، السوشيال ميديا الخاصه بيك بتخدم شغلك وبتخدم الانتشار بتاعك وانتشار المنتجات اللي انت بتسوق ليها. ولو هنحطها نسبه فانت بنسبه 10 15%، بس خلينا 10% فيما يخص حياتك الشخصيه، وحوالي 90% بتخدم على الشغل بتاعك وعلى انك تنتشر بشكل كبير، وبالتالي اكبر عدد الناس يشوفك واكبر عدد الناس يتابعك. مجال التسويق عايز كم من المعرفه غير طبيعي. ما تاخدش كلامي وخلاص تعتمده ان هو رقم واحد. لا، خد كلامي وابني عليه وابدا اسمع وابدا سيرش وابدا في كورس مثلا اونلاين ابدا احضره وذاكره، في معلومات سيرش على اليوتيوب. ابدا توسع في المعرفه لانك ممكن تكون افضل مني وممكن توصل للمرحله من المعلومات ومن الخبره اللي تخليك يكون عندك البيزنس الخاص بيك، يكون عندك الشركه الخاصه بيك. فمجال التسويق مش عايز واحد واقف في نقطة معينة أو عنده خبرات معينة أو معتمد على شخص تاني بيكتسب منه الخبرة والمعلومات. لا، أنت توسع، اقرا كتب، اسمع فيديوهات، سيرش دايما على اليوتيوب، خلي عندك وقت يوميا انك بتتعلم حاجه جديده. انت عندك قسم مثلا من الادوات اللي انت هتستخدمها في التسويق اونلاين، السبونسر، الاعلانات المموله. ده بحر، ده انت ممكن تتوسع فيه بشكل مش طبيعي ومش هتقدر تخلصه. كم التفاصيل اللي ممكن تستخدمها في الاعلانات المموله مش طبيعيه مش طبيعيه. فلو انت بتعرف تعمل اعلان ممول وعندك بعض التفاصيل، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. تقدر تسيرش وتقدر تتعلم وتقدر تكتسب خبرات في قسم من الاقسام اللي هو السوشيال، اللي هو
السبونسر او الاعلانات المموله. كل اللي انا بقوله في الاخر هيوصل ان انت تكون شخص متميز في ظل الزحمه، زحمه الناس اللي هي شغاله اونلاين. لازم تكون متميز عشان تشد او تجذب العميل ان انا هشتري منك انت لانك انت شخص متميز. طيب النقطه رقم 2، الموضوع مش سهل. مش كل الناس اللي عندك مجرد ما تشوف المنتجات اللي انت عارضها فهم هيثقوا فيك فهيشتروا من خلالك المنتجات اللي انت عارضها. فبلاش تبني احلام ورديه او يعني تبني حياه مش هتحصل. تمام؟ فالطريق مش سهل، ومش كل الناس بمجرد ما تنزل المنتجات تبدا تشتري منك. لا، الموضوع مش كده خالص. تقابل تحديات كتيره جدا، تقابل ناس تحبطك، وهتقابل ناس لو ما احبطكش بشكل مباشر ممكن يحبطك ان هو مثلا ما يهتمش. ناس انت منتظر ان هي هتكون اول ناس تشتري منك ما اشترتش، يعني ما تفاعلوش معاك، ما قابلوش اي اهتمام. فما تبنيش احلام ورديه في التسويق، ما تبنيش احلام ورديه، لان ده بيكون سبب في ان ناس كتيره ما بتكملش وبتقف عند نقطه معينه. ما تبنيش احلام ورديه في التسويق تماما تماما. لازم احلامك الورديه تكون معتمده على خبراتك وامكانياتك والمعلومات اللي انت بتكتسبها، وانك مميز وازاي بتبهر الشخص اللي قدامك، ايا كان الشخص اللي قدامك ده قريب او غريب. تمام؟ هو لما توصل لمرحله انك تبهره هيبدا يتفاعل معاك. لكن ما تبنيش احلام ورديه وتبقى مستني ان مجموعه من الناس او قرايب او اصحاب او ناس هتدعمك بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. ما تستناش حاجه من حد، ما تبنيش احلام ورديه. اعتمد فقط على نفسك وعلى انك تكون متميز، فبالتالي تقدر تجذب ايا كان اللي قدامك قريب او غريب، تقدر تجذبه. يبقى كده احنا قلنا النقطه رقم 1 ان السوشيال ميديا بتاعتك كلها هتخدم عليك. طب انسى بقى الحياه اللي انت كنت بتعملها او مهتم بيها فيما يخص حياتك الشخصيه. انسى الموضوع ده تماما، لان في ناس بتتمسك بالموضوع ده قوي. لا، هتدخل مجال التسويق 10% للحياه العاديه بتاعتك، تمام، و90% للشغل بتاعك بما يعني يخدم شغلك وانك تاخد خطوات ايجابيه فيه. قلنا النقطه رقم 2 انك ما تبنيش احلام ورديه وما تستناش حاجه من حد مهما كان الشخص ده قريب منك. لا، ما تستناش ان هو انت مجرد ما تنزل المنتجات ان هو يشتري من عندك، لا خالص. تمام؟ اعتمد على قدراتك واعتمد على المعلومات والتميز بتاعك، وده اللي هيخليك تقدر تتميز وتاخد خطوات لقدام في مجال التسويق. النقطه رقم 3، ايه الاسلحه اللي انت محتاجها في المرحله دي؟ ايه الاسلحه اللي انت هتستخدمها بمجرد ما تاخد خطوه او تقرر ان انت تبدا في مجال التسويق اونلاين؟ في اسلحه هنتكلم فيها. الاسلحه دي هي الادوات التسويقيه، الادوات التسويقيه الخاصه بيك. لان انت مهما كنت شاطر ومهما كنت عندك العزيمه ومهما اتعلمت ومهما اكتسبت خبرات، حلو، ده كله هيطلع ازاي؟ يعني هنطبقه ازاي؟ وهنبدا ننتشر بالمنتجات بتاعتنا ازاي؟ وتبدا تبيع ازاي؟ وتبدا تحقق مبيعات وارباح ازاي؟ الا عن طريق الادوات التسويقيه اللي هتقدر من خلالها تعرض منتجاتك، تمام، وبالتالي توصل لشريحه كبيره جدا جدا من الناس، وبالتالي تقدر تحقق مكاسب، تحقق مبيعات، وبالتالي تحقق مكاسب. ايه هي الادوات التسويقيه؟ اقوى اداه في الادوات التسويقيه هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا وازاي تكون متميز فيها. كل كلمه وكل بوينت انا هذكرها التميز فيها هي رقم واحد. التميز فيها هي رقم واحد. انك ازاي ما تعملهاش بشكل تقليدي. هتعملها بشكل تقليدي فانت هتنضم لفئه الناس اللي كله يلا بيدخل، كله بيدخل في مجال التسويق. لا، انت لازم تكون متميز عشان تبدا تاخد خطوات لقدام. اللي بيتعامل بشكل تقليدي بيكون ليه وقت معين وبيموت، وقت معين وبيكملش، ما بيكملش خالص. طيب النهارده في كذا اداه تسويقيه، ولكن احنا النهارده هنركز كلامنا في الاداه التسويقيه الخاصه بالسوشيال ميديا. عندك الفيس بتاعك، صفحتك الشخصيه. عندك انك تعمل كمان صفحه بيج خاصه بيك باسم كرييتيف تفكر فيه وتختاره. يعني مثلا في احد الناس اللي هم شغالين معايا دخلوا في فريق تسويق، عمل صفحه باسم دكانك ستور مثلا. وفي ناس تانية برضو فكرت في اسماء وعملوا صفحات خاصه بيهم، وعمل البروفايل الخاص بيه، وعمل الديزاينات والتصميمات الخاصه بيه. دي برضو نقطه انا هتطرق ليها لقدام شويه. يبقى البروفايل الشخصي، صفحتك الشخصيه، انك تعمل بيج، لان البيج هي اللي هتقدر من خلالها تعمل اعلانات مموله. تمام؟ الواتس، الانستا، الفيس والانستا تقدر ترفع من خلالهم اعلانات مموله. فبالتالي لازم تتعلم ازاي تعمل اعلان ممول. لازم تتعلم ازاي تعمل اعلانات مموله. تمام؟ ودي نقاط برضو انا على قد ما اقدر ان شاء الله هتكلم فيها، ولكن ما تكتفيش باللي انا هقوله وما تستناش ان انا اقول. انت ابدا خد مني وابدا ادخل اعمل سيرش. ونصيحه، خصص ساعه او 2 يوميا للتعليم والتطوير، انك تخش على اليوتيوب وتكتب الاعلانات المموله.
طب انت شخص مش عارف ازاي تعمل صفحه، هتكتب انشاء صفحه. طب مش عارف ازاي تديرها، هتكتب على اليوتيوب اداره الصفحه او كيفيه اداره الصفحه. اي بوينت واي نقطه انا بتكلم فيها ابدا اعمل عنها سيرش وابدا اتعلم، طالما انت واخد الموضوع بشكل جاد وحابب تاخد خطوات ايجابيه فيه. طيب احنا كده قلنا البروفايل الخاص بيك، انك تعمل بيج، والبيج هي اللي هتساعدك ان انت ترفع اعلانات مموله. ممكن تعمل جروب على الفيس وتبدا تدخل فيه او تعمل فيه دعوه للناس اللي هم الاصدقاء عندك او الناس اللي يعرفوه، ومن خلال الجروب ده انت هتبدا تنزل المنتجات اللي انت بتعرضها بعدين على الواتس. نفس الكلام تقدر هتنزل على الحاله عندك، هتنزل المنتجات المتاحه بالنسبه لك، هتعمل جروب هتنزل فيه المنتجات المتاحه بالنسبه لك، او هتعمل برودكاست تمام وتبدا تبعت من خلاله للناس. ولكن الجروب افضل، تمام. جروب الفيس افضل. بالنسبه للواتس انت بتستخدم الستيتس بتاعتك او الحاله بتاعتك اللي انت تعرض المنتجات من خلالها، تمام. والفيس انت هيكون عندك البروفايل الشخصي الخاص بيك، يكون عندك صفحه باسم كرييتيف، باسم يشد، تمام. والصفحه كمان انت بتهتم بيها، اداره الصفحه ده مهم جدا. ازاي تعمل ديزاينات لشغلك، اتعلم تعمل ديزاينات. انك في مجال التسويق انك تكون بتعرف تعمل ديزاين، تعمل تصميم لصوره، وبتعمل مونتاج لفيديو حتى لو بطرق بدائيه. ده مهم جدا جدا، انك تكون بتعرف تعمل تصميم لصوره، وانك تكون بتعرف تعمل مونتاج لفيديو ولو بشكل بدائي وبشكل بسيط. ده مهم جدا. طيب انا يعني هطول شويه في النقطه دي لانها مهمه جدا جدا. يبقى احنا كده قلنا على الفيس انت تقدر يكون عندك البروفايل الشخصي اللي بتنزل عليه المنتجات وبتعرض عليه المنتجات، او بتنزل ستيتس كمان على الفيس بالمنتجات المتاحه بالنسبه لك. هيكون عندك الصفحه اللي بتنزل عليها بشكل كرييتيف. اهتم بموضوع الصوره، اهتم بالصوره اللي انت بتنزلها في اي حته، اهتم بجوده الصوره اللي انت بتنزلها. لو انت بتسوق لشركتي او بتسوق لاي شركه، اهتم انك تاخد الصوره بالجوده الاصليه، مش انك يعني تستلم او تاخد الصوره بجوده مش كويسه فتيجي ترفعها على الفيس فالجوده تقل. اهتم بالتفاصيل دي، لان في فرق كبير ما بين ان العميل او ان شخص عندك يشوف صوره منتج بجوده محترمه، وما بين ان هو يشوف صوره منتج بشكل يعني لا يعني تعبان قوي، تعبان قوي قوي قوي. تخيل لو انت 100 واحد شافوا الصوره بجوده محترمه بتصميم محترم، ده هيبهرهم بنسبه كام في الميه؟ فبالتالي يهتموا وبالتالي يتفاعلوا معاك ويشتروا منك. ونفس ال100 دول لو شافوا صوره تعبانه، ديزاين تعبان، صوره مبكسله، صوره الجوده بتاعتها ضعيفه جدا، كم واحد منهم هيهتم؟ كم واحد منهم هيتخطف؟ كم واحد منهم هينبهر؟ فبالتالي يتفاعل معاك. دي النقطه دي ترجعنا للنقطه اللي قلناها من شويه، ازاي تبهر الشخص اللي بيشوفك وبيشوف المنتجات اللي انت بتعرضها انه يتفاعل معاك. ازاي انت اللي توديه للحته دي عن طريق شغلك وعن طريق التميز بتاعك. تمام. على الانستا صفحتك الشخصيه، وممكن تعمل صفحه باسم تاني كرييتيف او باسم نفس الصفحه اللي انت عاملها على الفيس. التليجرام تقدر تعمل قناه على التليجرام وتضيف فيها الناس المهتمه، او تبعت اللينك للناس المهتمه، واي شخص يشتري منك ويتفاعل معاك بتبعت له لينك قناه التليجرام عشان يكون موجود عليها ويشوف كل جديد اول باول، واي كوليكشن جديد تقدر تنزله على قناه التليجرام. الادوات التسويقيه مهمه جدا جدا، وانك تطور من الادوات التسويقيه المتاحه بالنسبه لك ده مهم جدا جدا. طيب انت دلوقتي شخص خلاص تخطيت مرحله ان انت تكون مهيئ نفسيا، تمام، عارف ما يجب عليك او الحاجات اللي انت لازم هتعملها، حضرت الادوات التسويقيه. فهنيجي للنقطه اللي بعدها، نقطه رقم 4، تمام، وهو توفير المنتج والتعامل مع شخص او مع شركه او مع كيان او مع مصنع ايا كان المكان اللي انت هتسوق ليه، لتوفير المنتجات اللي هتقدر تشتغل بيها. وفي الحاله دي ما اكثر المصادر اللي هتقدر من خلالها تجيب منتجات وتبدا تشتغل بيها، لان اي شخص بيعرض منتج، اي شركه، اي مصنع، اي مكان، هو الهدف رقم واحد بالنسبه له ان هو يحقق مبيعات. فلما يلاقي ناس حابه ان هم يسوقوا للمنتجات بتاعته مقابل عموله هياخدوها، يا مرحب يعني يا مرحب، تمام. فدي نقطه مش هتلاقي فيها صعوبه قوي. الصعوبه بقى في اختيار الناس المكان الانسب. هو اختيار المكان الانسب ازاي؟ مكان المعامله بتاعته محترمه، مكان موثوق منه، مكان جوده الشغل اللي بيقدمه محترمه، اسعاره كويسه، ناس ثقه في مرحله ما بعد البيع. انت دلوقتي مثلا استلمت كوليكشن او استلمت شغل او سوقت منتج معين وفي عميل طلب الاوردر ده، فانت بلغت الشركه والشركه بعتت الاوردر للعميل. لو الاوردر فيه اي مشكله، لو المنتج اللي استلمه العميل ده فيه اي مشكله، هل الشركه او المكان اللي انت مسوق ليه في ظهرك وفي سرعه في التواصل معاك ومع العميل وقدره على التعامل مع المشكله وحلها في اسرع وقت ممكن، ولا الموضوع بيكون رخم وبيكون بطيء او بيكون فيه تعمد ان هم هو عايزين يلبسوا العميل في اي منتج او عندهم منتجات مركونه فعايزين يلبسوا اي حد فيها، تمام. فاختيار الناس الموثوق منها، الناس اللي بتقدم منتج محترم
الناس اللي بتقدم، اللي بتراعي ربنا في شغلها، الناس اللي هيحافظوا عليك رقم واحد، الناس اللي مش هيبخسوا حقك. انت شخص سوقت مثلا لعدد من المنتجات او عدد من القطع، انك ما تلاقيش في مشكله في التعاملات الماديه بعدين. فاختيار الناس واختيار المكان الانسب من حيث المنتجات ومن حيث المعامله ومن حيث الثقه ومن حيث خدمه ما بعد البيع، ده مهم جدا، علشان انت بتبني قاعده، انت بتبني قاعده في التعامل مع الناس. انت اللي في وشهم، انت اللي في وشهم، هم ما يعرفوش المصنع، هم ما يعرفوش الشركه، هم يعرفوك انت. فلازم انت اللي تتيقن وتتاكد من الشركه ومن المكان اللي انت بتسوق ليه، لان انت بتبني قاعده عملاء. انت مش من مصلحتك ان انت تخسرهم. ليه؟ انت ممكن تفسخ تعاقدك مع الشركه دي او تبطل تسوق للمكان ده، ولكن اللي بيكمل معاك العميل بتاعك، بحيث انك لو هتروح تسوق لمكان تاني، قاعده العملاء والناس اللي وثقت فيك والناس اللي اشترت منتجات من خلالك هتفضل مكمله معاك، ولما تروح تسوق لمكان تاني هيفضلوا معاك وهيفضلوا يشتروا منك انت، لان هم واثقين فيك انت. ايا كان المكان اللي انت بتسوق ليه هم واثقين في الشخص نفسه. نركز تاني على النقاط اللي انا قلتها. قلت رقم واحد التهيئه النفسيه للشخص اللي داخل في مجال التسويق. نقطه رقم اثنين استخدام السوشيال ميديا الخاصه بيك للاستخدام الامثل، وعدم التمسك بان انت لا انا هفضل مستمر على الحاجات اللي انا بنزلها والحاجات اللي مالهاش لازمه. لا، ازاي تستغل او ازاي تستخدم السوشيال ميديا الخاصه بيك للاستخدام الامثل اللي تقدر تنتشر من خلاله. قلنا نقطه رقم ثلاثه هم الادوات التسويقيه الخاصه بيك اللي هتقدر من خلالها توصل لشريحه كبيره جدا جدا من الناس. قلنا النقطه رقم اربعه اختيار الناس او المصادر اللي انت تجيب من خلالها المنتجات، واختيار الناس بشكل دقيق، لان انت اللي هتكون قدام العميل والعميل يثق فيك انت. فلازم تتاكد من الحاجات اللي انا قلتها: المنتج، جوده المنتج، سعره، هل المكان او الناس دي على قدر من المسؤوليه والثقه بالشكل الكافي ولا لا، خدمه ما بعد البيع. ده الامور دي كلها مهمه جدا، لان زي ما انا قلت لك انت اللي في وش العميل. شغلك الشاغل طالما بدات في مجال التسويق هو ازاي دايما بتوسع قاعده العملاء اللي بتتعامل معاك، ازاي بتقدر توصل لشريحه اكبر من الناس. هل انت موضوع مقتصر بالنسبه لك على الناس اللي حواليك؟ طب الناس اللي حواليك اشتروا، ها هتعمل ايه؟ لازم دايما تفكيرك ازاي تزود المساحه اللي انت بتتعامل معاها، وازاي بتوصل لشرايح مختلفه من الناس. وده طبعا بيحصل عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عالم مفتوح تمام، انك تقدر ترفع اعلان ممول على انستا، تقدر ترفع اعلان ممول عن طريق الفيس، عن طريق صفحتك على الفيس، وده بيوصلك لعدد ناس اكبر بكتير ان هم يشوفوك ويعرفوك ويشوفوا المنتج من خلالك. نقطه اخيره ودي اللي هختم بيها الفيديو: نجاحك في التسويق معتمد اعتماد كامل على قد ايه انت نفسك طويل، قد ايه انت هتكمل للاخر، قد ايه انت كل ما هيقابلك مشكله هتعرف ازاي تتخطاها وتتعامل معاها. انت نفسك طويل لحد فين؟ كل ما كان نفسك اطول قدرتك على التعامل مع المشاكل والتحديات اللي بتقابلك اكبر بكتير، كل ما كان نجاحك في مجال التسويق وتحقيقك لمكاسب كبيره جدا كل ما كانت النسبه اكبر. شد حيلكم وبالتوفيق للناس كلها. لو انت كملت الفيديو للاخر فانت دلوقتي بتسمع الكلام اللي انا بقوله. لو استفدت باي شكل من الاشكال او طلعت باي معلومه من الفيديو مهمه بالنسبه لك، ما تنساش تدعمني باي شكل انت شايفه، سواء لايك، شير، لو انت على اليوتيوب ان انت تعمل سبسكرايب على اليوتيوب. وانتظروا ان شاء الله فيديوهات تاني. هحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل معلومات للناس تساعدهم ان هم ياخدوا خطوات لقدام. وابني دايما على اللي انا بقوله، وابدا انت اتعلم وابدا سيرش وابدا اشوف اكتر وابدا اقرا اكتر. تمام، انا بس بحاول اديك الخطوه الاولى اللي تقدر من خلالها تكمل الطريق.